السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. في ليلة عادية استعد عشرات الركاب لركوب طيارة متجهة لوجهتهم الأخيرة زي ما هم فاكرين، لكن بعد دقايق من الإقلاع حصلت أشياء مستحيل تحصل على أي رحلة طبيعية. نداءات غامضة، ركاب بلا ملامح، وطيارة اختفت من الرادار قبل ما ترجع من جديد، وفيها واحد ناجي بس. يا ترى ايه اللي حصل فعلا على الرحلة 707؟ وهل كانت مجرد رحلة جوية ولا كانت رحلة لمكان مفيش حد بيرجع منه؟ لو قلبك قوي اطفي النور وعلي الصوت واستعد لأحد أكثر قصص الرعب تشويقا وغموضا. ويلا بينا نبتدي قصتنا، الرحلة 707. كان يوسف شغال مهندس وسافر كتير بحكم شغله. في ليلة شتاء كان عنده رحلة متأخرة اسمها 707. المطار كان هادي بشكل غريب ومعظم المحلات قفلت. وهو بيستنى عند بوابة السفر لاحظ راجل كبير في السن لابس بدلة طيران قديمة جدا وعمال يبص لكل واحد راكب بابتسامة غريبة. يوسف افتكر انه طيار متقاعد، لكن الغريب ان محدش كان شايفه غيره. لما الموظفة نادت على الركاب يوسف ركب الطيارة وقعد جنب الشباك. كل حاجة كانت طبيعية لحد بعد الإقلاع بنص ساعة. الأنوار بدأت تترعش. الكابتن أعلن بصوت هادي هنقابل شوية مطبات هوائية بسيطة، لكن المطبات دي كانت غير طبيعية. الطيارة كانت بتنزل وترتفع بعنف والركاب بيصرخوا. فجأة كل الشاشات اللي قدام الركاب طفت وبعدين اشتغلت لوحدها، لكن بدل خريطة الرحلة ظهر عليها اسم واحد: الراكب رقم 66، رجاء التوجه لمقدمة الطائرة. كل الركاب بصوا لبعض، مفيش حد قام. بعد دقيقة الرسالة اتكررت، لكن المرة دي الاسم كان يوسف. قلبه وقف. المضيفة قربت منه وهي مبتسمة ابتسامة جامدة وقالت: الكابتن مستني حضرتك. يوسف قام وهو مرعوب. دخل للمقصورة بتاعة القيادة واتصدم. ما كانش فيه أي طيار، الكرسيين فاضيين والطيارة كانت ماشية لوحدها. وفجأة سمع صوت من وراه: احنا وصلنا. لف بسرعة، لقى نفس الراجل العجوز اللي شافه في المطار. قال له: دي مش رحلة للمكان اللي حجزته، دي رحلة للناس اللي ميعادهم جه. يوسف جري ناحية الباب، لكن كل ما مر في الطيارة بقى أطول من اللي قبله. كل ما يجري المقاعد تزيد والركاب تزيد، والركاب بدأوا يلفوا وشوشهم ناحيته في نفس اللحظة. كلهم كانوا بدون ملامح، مجرد وجوه بيضة من غير عينين ولا بق ولا مناخير. وفجأة الطيارة دخلت وسط سحابة سودة. كل حاجة بره الشباك اختفت، لا سما ولا أرض ولا نجوم، ضلمة بس. وفجأة صوت الكابتن اشتغل في السماعات: تم الهبوط بنجاح. لكن الطيارة كانت لسه في الجو. الباب الأمامي اتفتح لوحده وكان فيه سلم نازل، لكن مفيش أرض تحته، مجرد ضباب أسود. العجوز قال: انزل، كل الركاب نزلوا قبلك. يوسف بص وراه، لقى كل الركاب واقفين في الطابور، بينزلوا واحد ورا التاني وبيختفوا في الضباب. في اللحظة دي الطيارة اتهزت بعنف. يوسف غمض عينيه وقفز هو كمان. فتح عينه في مستشفى. الدكتور قال له: انت الوحيد اللي عشت. يوسف بصله باستغراب: هو حصل ايه؟ الدكتور سكت شوية وقال: الرحلة 707 اختفت من الرادار لمدة 9 دقايق كاملة، ولما رجعت كل الركاب كانوا ميتين إلا انت. يوسف حاول ينسى اللي حصل، لكن بعد أسبوع لقى في بريده الإلكتروني
رسالة من شركة الطيران. فتحها، كان مكتوب فيها: شكرا لسفرك معانا، وفي آخر الرسالة: تم تأكيد حجزك على الرحلة 707، موعد الإقلاع الليلة الساعة 3 الفجر. رغم إنه ما حجزش أي رحلة في نفس اللحظة، سمع صوت إعلان مطار جاي من أوضة نومه، النداء الأخير للراكب يوسف برجاء التوجه إلى بوابة الصعود. فبص ناحية باب الأوضة ولقى شنطة سفر واقفة لوحدها، وعليها بطاقة سفر جديدة ومكتوب عليها ذهاب فقط. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة مملكة الرعب والفزع. الناس كلها بتخاف من الضلمة، لكن في قرية صغيرة على أطراف القاهرة كانوا بيخافوا من آخر ساعة قبل الفجر، لأن في الوقت ده بيظهر كائن محدش شافه ورجع طبيعي. حكاية النهاردة مش عن جن ولا عفريت، دي عن مصاص دماء مصري، أسطورة الناس كانت فاكرة إنها خرافة، لحد ما بدأت الجثث تتلاقى من غير نقطة دم واحدة. عنوان قصتنا: مصاص دماء المقابر. ويلا بينا نبتدي قصتنا. أنا اسمي كريم، واللي هحكيه حصل من حوالي 5 سنين. كان عندي شغل في شركة مقاولات، واتنقلت المشروع في قرية بعيدة. أجرت أوضة فوق بيت عم سيد، راجل كبير طيب، لكنه أول ليلة قال لي كلام غريب. قال: اسمع يا ابني، لو سمعت حد بيخبط عليك قبل الفجر ما تفتحش. ضحكت وقلت ليه؟ بصلي وهو وشه أصفر وقال: عشان اللي هيخبط مش بني آدم. افتكرته بيهزر. بعد أسبوع بدأت ألاحظ إن البلد كلها بتقفل بدري، الساعة 10 بالليل الشوارع فاضية بالكامل، ولا طفل ولا كلب ولا حتى صوت قطة. سألت واحد من العمال، قال لي: احنا هنا بعد الفجر محدش بينزل عشان أبو الأنياب. ضحكت، قلت: أبو الأنياب؟ قال: اسكت، ما تقولش اسمه. كل أسبوع كانوا يلاقوا واحد ميت جنب المقابر، مفيش جرح كبير، بس علامتين صغيرين في الرقبة، وجسم أبيض كأنه مفيهوش نقطة دم. الدكتور قال أنيميا حادة، لكن كل أسبوع محدش اقتنع. في ليلة الكهرباء قطعت في البلكونة، وفجأة سمعت صوت جناحات ضخمة. رفعت راسي، لقيت حاجة سودة طارت فوق البيت، مش طائر، أكبر بكتير. ولما نزلت على سطح البيت شفته واقف فوق جامع القرية، راجل طويل بشكل مرعب، لابس جلابية سودة، وشه شاحب وعينيه حمرة بتنور في الضلمة. ولما لف ناحيتي ابتسم وشفت أنيابه. جريت على تحت. عم سيد قفل الباب بسرعة وقال وهو بيقرأ قرآن: شافك؟ قلت: أيوة. وشه اتغير وقال: يبقى هيجيلك. تاني يوم الناس كلها بصت لي بطريقة غريبة. واحدة ست كبيرة قالت: اللي يشوفه يبقى اختاره. أنا بدأت أخاف بجد. الليلة اللي بعدها الساعة كانت 4 إلا ربع الفجر، سمعت خبط على الباب، صوت هادي، بعدها صوت أمي: يا كريم افتح يا ابني. جسمي اتجمد. أمي ماتت من 2 سنين. الصوت كان نفس صوتها. فضلت ساكت. بعد دقيقة الصوت بقى صوت أخويا: افتح بسرعة. بعدها صوت طفل بيعيط، وبعدين ولا أي صوت. بصيت من العين السحرية بتاع الباب، ويا ريتني ما بصيت. كان واقف، لكن وشه ما كانش ثابت، كل ثانية بيتحول لشخص مختلف، مرة أمي، مرة أبويا، مرة طفل، مرة ست عجوزة. ولما حس إني ببص وقف التحول وابتسم وأنيابه خرجت. رجعت لورا وأنا بترعش، وفجأة بدأ الباب يتخبط
بعنف كأنه هيتكسر. وفجأة سمعت أذان الفجر، كل حاجة سكتت. الصبح لقيت قدام الباب آثار دم وخطين طوال، كأن حد كان بيجرح ضوافره على الخشب. ساعتها قررت إن أنا لازم أمشي من البلد دي. وأنا خارج لقيت المقابر مليانة غربان، وفي نص المقابر كان فيه قبر جديد مكتوب عليه الضيف القادم. مفيش اسم، بس تاريخ اليوم اللي أنا ماشي فيه. هربت وسبت البلد. عدى 5 سنين ما كنتش بحكي لحد من أسبوع ابنه الصغير صحاني الفجر وقال: يا بابا، في راجل واقف تحت البلكونة. بصيت ما لقيتش حد. قلت له: شكلك بتحلم. قال لي وهو بيترعش: لا، كان بيضحك. وقال لي يبلغك انه لسه جعان. ومن يومها كل يوم قبل الفجر بسمع نفس الخبطة، لكن المرة دي الصوت بقى أقرب من أي وقت فات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. بيقولوا إن أخطر حاجة في الصحراء مش العطش ولا الضياع. أخطر حاجة هي إنك تسمع حد بينادي اسمك رغم إن مفيش حد حواليك. قصة الليلة مستوحاة من حكايات بيتناقلها البدو عن أماكن غامضة في قلب الصحراء، أماكن ناس دخلتها لكن قليل جدا اللي رجع منها. اطفي النور وعلي الصوت واستعد لقصة رعب هتخليك تبص حواليك كل ما تسمع صوت في الضلمة. عنوان القصة: الليلة اللي في الصحراء بلعت فيها 7 رجالة. ويلا بينا نبتدي القصة. في سنة 2018 واحد صاحبي اسمه حسام كان شغال سواق عربية نقل بتنقل معدات بين القاهرة والواحات. في يوم الشركة طلبت منه يوصل شحنة لموقع بترول جديد في عمق الصحراء الغربية. كان معاه 6 مهندسين. الطريق كان طويل أكتر من 5 ساعات وسط رمال ما فيهاش لا بيوت ولا ناس. قبل الغروب بشوية قابلهم بدوي عجوز راكب جمل. وقفهم وقال: لو الشمس غربت قبل ما توصلوا اوعوا تنزلوا من العربية مهما سمعتوا. المهندسين ضحكوا، لكن الراجل كرر كلامه وهو مرعوب: الصحراء بالليل مش فاضية. ومشي. بعد المغرب بنص ساعة العربية عطلت، الموتور فصل تماما. حاولوا يصلحوه مفيش فايدة. قرروا يستنوا للصبح، لكن بعد نص الليل بدأوا يسمعوا صوت صفارة جاية من بعيد. صفارة طويلة كأن حد بينادي. كل دقيقة كانت بتقرب. وفجأة واحد من المهندسين قال: شايفين النور ده؟ كلهم بصوا. كان في فانوس بيتحرك وسط الضلمة. ورا الفانوس واقف راجل لابس جلابية بيضة، وشه مستخبي مش واضح، واقف ساكت ولا بيتحرك. بعد دقيقة اختفى. الكل اتوتر، لكن بعدها بدقايق بدأ خبط على العربية، خبط جامد مع ان محدش كان واقف جنبها. الخبط كان بيجي من كل ناحية: السقف، الابواب، الشنطة، وكأن عشرات الايادي بتخبط في نفس الوقت. واحد من المهندسين فقد اعصابه، فتح الباب ونزل. حسام فضل يزعق: اقفل الباب، لكن الراجل مشي ناحية النور وبعدين اختفى كأنه دخل في الضلمة. بعد 5 ثواني سمعوا صرخة هزت الصحراء كلها، وبعدين سكوت تام وسكون. طلعوا يدوروا عليه. أول ما طلع النهار لقوه واقف لكن ميت، واقف على رجليه وعينيه مفتوحة ووشه كله رعب، كأنه مات وهو شايف حاجة مستحيل العقل يستوعبها. رجعوا بالعربية بعد ما اشتغلت فجأة لوحدها. ولما حكوا للبدو اللي في المنطقة وشوشهم اصفرت، وقال كبيرهم: انتم وقفتم عند وادي الصغير، المكان ده من سنين بيختفي فيه المسافرين.
اللي يسمع الندى وينزل عمره ما بيرجع. بعد الحادثة بشهر حسام استقال وقال ان كل ليلة الساعة 3 الفجر بيسمع نفس الصفارة جاية من بعيد وبتقرب لحد ما تقف تحت شباك اوضته، ولحد النهاردة كل ما يسمعها بيطفي النور ويفضل ساكت، لانه مؤمن ان اللي بينادي عليه لسه مستنيه يرجع الصحراء مرة تانية. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم من جديد. في اماكن على الارض الناس بتخاف تروحها، مش لانها مهجورة، لكن لان اللي دخلها قبل كده عمره ما رجع زي ما كان. النهاردة هحكي لكم واحدة من اغرب وارعب الاساطير اليونانية، قصة مليانة غموض، لعنة قديمة، وجزيرة بيقولوا انها بتختار ضحاياها بنفسها. لو قلبك ضعيف يبقى يمكن الاحسن ما تكملش. ويلا بينا نبتدي حكاية لعنة جزيرة الظلال. في اليونان بعيد عن الأماكن السياحية في جزيرة صغيرة اسمها كاستيلو. الجزيرة دي مش موجودة على أي خريطة سياحية، وأهل القرى القريبة بيتجنبوا حتى يبصوا ناحيتها بعد غروب الشمس. بيحكوا إن من أكتر من 300 سنة كان في معبد قديم مخصص، استغفر الله العظيم طبعا، لإله النور، لكن كاهن من الكهنة خان العهد وبدأ يقدم قرابين بشرية عشان يطلب الخلود. ومن يومها الجزيرة تحولت لمكان ملعون. في سنة 2025 5 أصحاب مصريين كانوا بيصيفوا في اليونان، وأثناء رحلة بالمركب الجو قلب فجأة والموج رماهم ناحية الجزيرة الغريبة دي. أول ما نزلوا لقوا الجزيرة هادية بشكل مرعب، مفيش عصافير، مفيش حشرات، حتى الهوا كان ساكن. قال كريم وهو بيضحك: يا جماعة دي فرصة نصور فيديو رعب للتيك توك. لكن أول ما شغل الكاميرا الشاشة بقت كلها تشويش، وبعد ثانية ظهر وش راجل عجوز بعينين سودة بالكامل. افتكروا انه عطل وقفل الكاميرا، لكن لما لفوا لقوا نفس الراجل واقف بعيد بينه وبين الأشجار من غير ما يتحرك. فقرروا يمشوا بسرعة، لكن كل طريق كانوا يمشوه يرجعهم لنفس المعبد القديم. على باب المعبد كان مكتوب باليوناني القديم. البنت اللي معاهم كانت بتعرف شوية يوناني، وقرت الجملة بصوت مرتعش: من يدخل لن يرى الشمس مرة أخرى. ضحكوا وقالوا أكيد أسطورة، ودخلوا جوه المعبد. كان مليان تماثيل رخام، لكن الغريب إن وشوش التماثيل كانت معبرة بالخوف، كأنهم ماتوا وهم بيصرخوا. فجأة سمعوا صوت خطوات، خطوة وبعدين خطوة تانية، لكن مفيش حد. كل ما الصوت يقرب الجو يبرد أكتر، وفجأة واحد من الشباب اختفى، ولا صوت ولا صريخ، كأنه اتبخر. بدأوا يجروا، لكن الممرات كانت بتتغير، كل باب يفتحوه يرجعهم لنفس القاعة. وفجأة سمعوا صوت صاحبهم المختفي: الحقوني أنا هنا. جريوا ناحية الصوت، لقوه واقف في الضلمة، لكن أول ما قربوا منه ابتسم ابتسامة واسعة بشكل مستحيل. وفجأة جلده بدأ يتشقق، وطلع من جواه مخلوق اسود طويل عينه حمرا، وصوته عامل زي 100 واحد بيتكلم في نفس الوقت. وقال: كل 100 سنة الجزيرة بتختار ضيوف جداد. هربوا بكل قوتهم، وصلوا للشاطئ. المركب لسه موجود، ركبوا بسرعة. أول ما المركب بعد عن الجزيرة بصوا وراهم، لقوا كل أصحابهم اللي ماتوا واقفين على الشاطئ بيبتسموا. افتكروا إنهم نجوا، لكن لما وصلوا الفندق فتح كريم الكاميرا بيشوف الفيديو، ما لقاش الجزيرة ولا أصحابه. الفيديو كان فيه هو واقف لوحده داخل المعبد، وبعدين الكاميرا صورت حاجة وراه
المخلوق الأسود. قبل ما الشاشة تطفي سمع نفس الجملة: احنا خرجنا معاك. بعد أسبوع كريم اختفى من شقته في أثينا. الباب كان مقفول من جوه ومحدش عرف راح فين، لكن الجيران قالوا انهم كل ليلة قبل الفجر كانوا بيسمعوا صوت امواج بحر، رغم ان الشقة كانت في الدور السابع وبعيدة جدا عن البحر. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم من جديد. بيقولوا ان في اليونان في اماكن السياح بيروحوها كل سنة، لكن في اماكن تانية محدش يجرؤ حتى يقرب منها. اماكن اتدفنت فيها اسرار مرعبة بقالها الاف السنين، واللي بيدخلها نادر جدا يرجع منها سليم. النهاردة هحكي لكم واحدة من ارعب الحكايات، قصة عن كهف بيقولوا انه مش مجرد مغارة، لكنه بوابة لعالم الموت. وكل صوت هتسمعه جوه ممكن يكون آخر حاجة تسمعها في حياتك. اقفل باب اوضتك وطفي النور، ويلا بينا نبتدي حكاية كهف صرخات هاديس. في شمال اليونان وسط جبال مهجورة في كهف قديم محدش من السكان المحليين بيقرب منه بعد المغرب. اسمه كهف هاديس. الناس هناك بتقول ان الكهف ده مش مجرد مغارة، ده باب بين عالم الأحياء وعالم الموتى. كان أحمد شاب مصري بيدرس في أثينا، سمع عن الكهف من راجل عجوز في قرية صغيرة. العجوز قال له وهو بيبص في الأرض: لو سمعت حد بينادي باسمك من جوه ما تردش، حتى لو كان صوت والدتك. أحمد ضحك وافتكرها خرافات. جمع أصحابه الأربعة وطلعوا يصوروا فيديو للمكان. أول ما دخلوا الكهف درجة الحرارة نزلت بشكل غريب، الكشافات بدأت تنور وتطفي لوحدها، وكان في صوت زي حد بيتنفس من بعيد. كل ما يمشوا خطوة الصوت يقرب. بعد شوية لقوا جدران مليانة بصمات ايدين بشر، لكن الغريب البصمات كانت طالعة من جوه الصخر، كأن ناس كانت محبوسة داخله وبتحاول تخرج. فجأة سمع أحمد صوت أمه: يا أحمد تعالى يا ابني. وقف مكانه. أصحابه قالوا له: أنت سامع إيه؟ قال وهو مرعوب: دي أمي. لكن أمه كانت في مصر. قرر يجري ناحية الصوت. دخل ممر ضيق، وفي آخره شاف أمه واقفة فعلا، لابسة نفس هدوم آخر مرة شافها بيها. ابتسمت وقالت: احضني يا أحمد. جري عليها، لكن قبل ما يوصل بخطوة وشها بدأ يسيح وعينيها اختفت، وبقى مكانها مخلوق طويل جدا، جسمه اسود وايديه اطول من جسمه. ابتسم وقال بصوت امه: انا اتعلمت اقلدهم كويس صح؟ احمد جري وهو بيصرخ. رجع لاصحابه ملقاش حد. الكهف بقى فاضي، لكن كان سامع اصواتهم، كل واحد بيناديه من اتجاه مختلف. قرر يغمض عينيه ويمشي على طول، لكن فجأة حس بإيد باردة ماسكة كتفه. فتح عينيه بسرعة، لقى أصحابه واقفين حواليه. قالوا: احنا لقيناك. ارتاح، لكن وهو خارج بص على الأرض، كلهم كانوا ماشيين من غير أي ظل. افتكر كلام العجوز: اللي يخرج من الكهف مش شرط يكون هو اللي دخل. وصلوا القرية. العجوز أول ما شافهم وقع على الأرض من الرعب، وبص على أحمد وقال: انت خرجت، لكن اصحابك ماتوا من ساعة ما دخلوا. فتحوا كاميرا التصوير. الفيديو كان بيوري أحمد ماشي لوحده، بيتكلم وبيضحك وبيسلم بإيده مع ناس مش موجودين أصلا. وفي آخر دقيقة الكاميرا صورت وراه كان في عشرات الوجوه السوداء خارجة من ظلام الكهف، وكلها بتبتسم. بعد شهر أحمد رجع مصر، لكن كل ليلة الفجر
كان يصحى على صوت حد بيخبط تحت سريره، خبط كتير. وفي مرة قرر يبص، فرفع ملاية السرير بالراحة، ملقاش حد، ارتاح. وأول ما رفع راسه شاف نفس المخلوق متعلق في سقف الأوضة فوقه مباشرة، وبيبتسم بنفس ابتسامة أمه. ومن يومها اختفى أحمد. والغريب إن أي حد يدخل الكهف دلوقتي بيسمع أول صوت يرحب بيه: تعالى أحمد مستنيك. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. في ناس بتقول إن الضباب مجرد ظاهرة طبيعية، لكن في قرية صغيرة على طريق صحراوي قديم، أول ما الضباب ينزل بعد نص الليل محدش بيخرج من بيته، لأنهم مؤمنين إن الضباب هناك مش بيغطي الطريق، الضباب بيدور على ناس ياخدهم معاه. ويلا بينا نبتدي قصتنا. الضباب اللي بينادي باسمك. كان حسام سواق نقل ومتعود يسافر بالليل بين المحافظات. في ليلة شتاء وهو راجع في الطريق، كله اتغطى بضباب كثيف جدا بشكل غريب. الرؤية بقت منعدمة وبقى ماشي بالعافية. الموبايل فصل شبكة، الراديو سكت، حتى صوت موتور العربية اختفى، وكأن العربية ماشية في فراغ. فجأة سمع حد بينادي باسمه: حسام. بص حواليه، مفيش حد. قال يمكن تهيؤات، لكن بعد ثواني الندى رجع تاني: حسام انزل، احنا مستنيينك. بص في المراية، لقى راجل واقف في نص الضباب، واقف ما بيتحركش، وشه مش باين. حسام زود السرعة، لكن مهما جري الراجل كان دايما ظاهر قدامه بنفس المسافة، كأن الطريق نفسه مش بيتغير. بعد شوية لمح يافطة مكتوب عليها: مرحبا بكم في قرية الضباب. الغريب هو عمره ما شاف القرية دي قبل كده. دخلها يدور على أي حد يساعده، كل البيوت كانت منورة، لكن مفيش ولا إنسان في الشوارع. ركن العربية ونزل. أول ما نزل حس إن الضباب بقى تقيل جدا، لدرجة إنه كان بيحس إنه بيلمسه وبيلمس جسمه. وفجأة سمع باب بيت بيتفتح. وطلع منه طفل صغير. قال بهدوء: انت اتأخرت. حسام قال: فين ابوك وامك؟ الطفل رد: هم خرجوا مع الضباب وما رجعوش. قبل ما حسام يرد الطفل اختفى، كأنه داب جوه الضباب هو كمان. بدأ يجري ناحية عربيته، لكن العربية اختفت والطريق كمان اختفى، ما بقاش شايف غير الضباب. وبعدين بدأت تظهر أشكال بشر، 1 و2 و10 ومئات كمان، كلهم واقفين ساكتين، كلهم وشوشهم شاحبة وعيونهم بيضة بالكامل. وفجأة كلهم قالوا في نفس اللحظة: تعالى. حسام جري بكل قوته، وفجأة خبط في عربية شرطة، فقد الوعي. لما فاق كان في المستشفى. الضابط قال له: احنا لقيناك ماشي في نص الطريق لوحدك. حسام قال بسرعة: فين القرية؟ الضابط سكت وقال: الطريق ده مفيهوش اي قرى من 40 سنة. حسام حس برعشة، طلع من المستشفى وركب عربيته. كل حاجة رجعت طبيعية. افتكر ان اللي حصل كان كابوس، لكن وهو بينظف العربية لقى آثار كفوف صغيرة على الإزاز بتاع العربية من ناحية جوه، وكلمة مكتوب بصباع على الإزاز: هنستناك أول ما الضباب يرجع. من يومها كل سنة في نفس الليلة أول ما الضباب ينزل حسام يسمع نفس النداء: حسام. ولو بص في مراية عربيته ويشوف الطفل واقف وراه
وبيبتسم، وفي الصبح تختفي الابتسامة، لكن تفضل آثار الكفوف على الإزاز، وكأن حد كان راكب معاه طول الطريق. في سواقين كتير بيقولوا إنهم لما بيسافروا بالليل وقت الضباب بيشوفوا عربية نقل قديمة ماشية ببطء قدامهم، ولو قربوا منها بيلاقوا السواق بيبص لهم بعينين مليانين رعب ويصرخ: لف وارجع، الضباب مش طريق، الضباب بياخد الناس. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. في كل مطار في العالم في بوابات بتفتح وتقفل كل يوم، لكن في مطار معين في بوابة رقم 13 محدش بيشوفها غير الناس اللي اسمهم اتكتب بالفعل في آخر رحلة في حياتهم. ويلا بينا نبتدي قصة بوابة رقم 13. كان مروان شغال مصور وسافر يغطي مؤتمر بره مصر، ورحلته كانت الساعة 2:15 بعد نص الليل. وصل المطار بدري، لكن بسبب تأخير الرحلة قعد لوحده في صالة الانتظار. الساعة كانت 2:47 دقيقة بالظبط. فجأة كل الشاشات طفت لمدة ثانيتين، ولما اشتغلت ظهر إعلان غريب: الرحلة 913 بوابة 13 الصعود الآن. مروان استغرب، بص على تذكرة السفر بتاعته، كانت الرحلة 482 مش 913. سأل موظفة الاستعلامات: فين بوابة 13؟ البنت بصت له باستغراب وقالت: مفيش عندنا بوابة بالرقم ده. ضحك وقال: بس لسه كانت على الشاشة. ردت بثقة: احنا اصلا عندنا بوابة 12 وبعدها 14. بدأ يحس ان في حاجة غلط، وهو راجع سمع صوت راجل بيهمس: لو الاعلان نادى عليك ما تبصش. لف بسرعة ملقاش حد. بعد 5 دقايق الاعلان اشتغل تاني، لكن المرة دي النداء الاخير للسيد مروان برجاء التوجه فورا الى بوابة 13. اتجمد مكانه. ازاي عرفوا اسمه؟ كل اللي في الصالة فضلوا قاعدين عادي ولا كأنهم سمعوا اي حاجة. وفجأة شاف طرقة ضيقة في اخر المطار، مكانها كان فاضي من شوية، وفي اخر الطرقة رقم مضيء 13 كأنه ظهر من العدم. كل خطوة كان بياخدها المطار حواليه كان بيسكت اكتر، لحد ما اختفى صوت المكيفات واختفى صوت الناس كمان، وبقى سامع صوت عجلات شنط بتتمرجح لوحدها. وصل للبوابة، كان في موظف لابس يونيفورم قديم جدا، وشه شاحب. ابتسم وقال: اتأخرت ليه؟ كل الركاب مستنيينك. ناوله بطاقة الصعود. مروان اتصدم، كان عليها اسمه وصورته، لكن تاريخ الميلاد كان هو نفس تاريخ اليوم. ركب الطيارة. الغريب كل الركاب كانوا قاعدين ساكتين، ولا واحد بيتحرك. المضيفة قربت وقالت: ممنوع تفتح الشباك أثناء الرحلة. طبعا الفضول غلبه. بعد الإقلاع ب10 دقايق رفع الستارة الصغيرة على الشباك واتجمد. الطيارة مش فوق السحاب، كانت طايرة فوق مدينة كاملة كلها غرقة في الضباب. وفي الشوارع آلاف الناس واقفين بيبصوا لفوق، كلهم بنفس الوش ونفس الابتسامة. وفجأة كلهم رفعوا ايديهم في نفس اللحظة كأنهم بيحيوا الطيارة. قفل الستارة بسرعة، بص حوالين المقاعد، لقى كل الركاب بقوا بصله في نفس اللحظة وبدون ما يرمشوا. المضيفة قالت بهدوء: حضرتك خالفت التعليمات، العقوبة هتشوف الحقيقة. كل الأنوار طفت، ولما نورت تاني كل المقاعد كانت فاضية إلا كرسي واحد آخر الطيارة، كان قاعد عليه راجل عجوز. قال: أنا كنت أول راكب، ومن ساعتها كل رحلة بتاخد راكب جديد. مروان جري ناحية باب الطوارئ، فتحه، وكان متوقع يشوف السماء، لكن اللي شافه كان مطار ضخم جدا
في آلاف الطيارات واقفة، كلها عليها تراب وكلها أرقامها مختلفة، لكن في حاجة واحدة مشتركة: أبوابها مفتوحة وكأنها مستنية ركاب. العجوز قال: دي الرحلات اللي محدش رجع منها. في اللحظة دي الطيارة اتهزت بعنف ومروان وقع من الصدمة. صحي بعدها في المستشفى. الشرطة قالت له: انت لقيناك نايم على كرسي في صالة الانتظار. الغريب الكاميرات سجلت انك كنت قاعد مكانك طول الليل ولا قمت خطوة واحدة. مروان افتكر انه كان كابوس، لكن قبل ما يخرج الممرضة اديته ظرف ابيض. قالت: الرسالة دي كانت في ايدك وانت نايم. فتح الظرف، كان جواه بطاقة صعود للطائرة مكتوب عليها: الرحلة 913 بوابة 13. وفي آخر البطاقة بخط أحمر باهت: نراك قريبا في الرحلة الأخيرة. ومن يومها في كل مرة مروان يدخل أي مطار يسمع نفس النداء في السماعات، رغم إن محدش غيره بيسمعه. النداء الأخير للراكب: مروان، بوابة رقم 13 في انتظارك. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وسلام. كل بيت قديم ليه أسراره، لكن البيت ده كان مختلف لأنه ما كانش بيخوف الناس بالليل، كان بيكلمهم، واللي كان بيرد على الصوت عمره ما كان بيفضل زي الأول. ويلا بينا نبتدي قصتنا. عنوان قصتنا: الصوت اللي بيجي من تحت البلاط. في سنة 2003 في قرية صغيرة في صعيد مصر اشترى مدرس اسمه عادل بيت قديم ورخيص جدا. أول أسبوع عدى عادي، لكن في الليلة التامنة صحي الساعة 3:18 الفجر على صوت خبط، مش على الباب ولا على الشباك. الصوت كان جاي من تحت بلاط الأوضة. في الأول افتكر إنها مواسير، لكن الخبط كان منتظم. وبعدها صوت راجل عجوز قال بهدوء: افتح. عادل قام بسرعة، رفع السجادة. الصوت اختفى. تاني ليلة الخبط رجع، لكن المرة دي الصوت قال: أنا تحتك. بدأ يخاف. جاب شيخ من البلد. الشيخ دخل الأوضة وقعد ساكت دقيقة، وبعدين خرج بسرعة. قال له: أنا مش هدخل البيت ده تاني، ورفض يشرح السبب. بعد أسبوع عادل جاب عامل يكسر البلاط. أول بلاطة اتشالت طلع تراب أسود، وتحته باب حديد صغير فيه فتحة مفتاح لكن مفيش قفل. قرر يسيبه، لكن من يومها كل ليلة كان يسمع حد ماشي تحت الأرض يمين شمال، ويقف بالظبط تحت سريره. في الليلة الخامسة الصوت ناداه باسمه: عادل، انت سامعني؟ رد من غير ما يحس: مين؟ الصوت سكت، وبعد ثواني كل المرايات اللي في البيت اتغطت ببخار واتكتب عليها جملة واحدة: أخيرا رديت. في اليوم التاني بدأت حاجات غريبة تحصل. كل ما يبص في الساعة يشوف الساعة 3:18. كل ما يفتح الراديو يسمع تشويش، وفي وسط التشويش حد يهمس: انزل. بعدها بأيام اختفى كهربائي كان بيصلح البيت. آخر حاجة قالها: في حد بينادي عليا من تحت. ولما دوروا عليه لقوا المفك بتاعه، لكن الغريب كان متغطي بتراب رطب رغم ان الارض كانت ناشفة. عادل قرر يفتح الباب الحديد. اول ما رفعه طلع هوا بارد جدا، وسمع اصوات ناس كتير بتتكلم في نفس الوقت، لكن ولا كلمة كانت مفهومة. نزل سلم ضيق، كل درجة ينزلها كان يسمع اسمه أقرب: عادل عادل عادل. وصل لممر طويل وفي آخره باب خشب. فتح الباب،
لقى أوضة فاضية في نصها كرسي واحد، وفوق الكرسي شريط ورق مكتوب عليه اقعد وهتعرف الحقيقة. أول ما قعد سمع الباب بيتقفل، وبعدين نور خافت اشتغل. شاف صور ناس على الحيطان، كل صورة مكتوب تحتها تاريخ. آخر صورة كانت صورته هو، لكن التاريخ كان بكرة. بدأ يجري، طلع السلم، قفل الباب، رجع البلاط مكانه وساب البيت للأبد. بعد أسبوع رجع مع الشرطة. البيت كان موجود، لكن الأوضة دي ما كانش فيها أي بلاطة متحركة ولا باب ولا حتى آثار كسر. الشرطة اعتقدت إنه بيتوههم، لكن قبل ما يمشوا واحد من العساكر وقف فجأة، بص للأرض وقال بهدوء حضرتك في حد تحت بينادي اسمي. وفي آخر الملف وفي آخر صفحة كانت مكتوبة عبارة واحدة: لو سمعت صوت جاي من تحت الأرض وبينادي باسمك ما تردش، لأن أول إجابة منك هي إذن بالدخول. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقولوا إن في ملفات اتقفلت بالشمع الأحمر وممنوع حد يفتحها، مش لأنها سرية وبس، لكن لأن كل اللي حاول يعرف اللي فيها سمع نفس الجملة قبل ما يختفي: اوعى تدخل أوضة التسجيل الأخيرة. ويلا بينا نسمع قصتنا. عنوان قصتنا: أوضة التسجيل الأخيرة. في بداية سنة 1022 كان في مبنى إذاعة قديم في القاهرة اتقفل من أكتر من 20 سنة. الناس كانت بتقول إن المبنى فاضي، لكن حارس المكان كان كل ليلة الساعة 3:07 بالظبط الفجر يسمع صوت مذيع بيقدم برنامج على الهواء، مع إن الكهرباء كانت مقطوعة عن المبنى من سنتين. في يوم شركة إنتاج استأجرت المكان عشان تصور فيلم رعب. كان معاهم مهندس صوت اسمه يوسف. أول ما دخل المبنى كل أجهزة التسجيل اشتغلت لوحدها رغم إنها مفصولة. وبعدين سماعة المراقبة طلعت صوت راجل بيقول أخيرا حد جه يكمل التسجيل. يوسف افتكر إن حد بيهزر، لكن وهو بيلف في المبنى لقى باب حديد صغير عليه لوحة مكتوب فيها استوديو رقم 9. والغريب إن كل خرايط المبنى ما فيهاش استوديو بالرقم ده. فتح الباب، دخل أوضة صغيرة فيها ميكروفون قديم وشريط كاسيت شغال لوحده. ولما قرب يسمع اتجمد مكانه. الصوت اللي خارج من السماعات كان صوته هو، بيقول لو بتسمع التسجيل ده يبقى أنا دخلت الأوضة وما تطلعش. يوسف قفل الجهاز بسرعة، لكن التسجيل مكمل. بعد 5 دقايق هتسمع خبط على الباب، ما تفتحش. فعلا بعد 5 دقايق بالظبط سمع صوت خبط. واحد من زمايله نادى عليه من بره: يوسف افتح. لكن الصوت كان غريب، بارد وبطيء، كأنه حد بيقلد صوته. بص من فتحة الباب لقى زميله واقف، لكن وشه كان ثابت ما بيتحركش وابتسامته كبيرة بشكل مخيف. رجع بسرعة، التسجيل كان بيكمل. دلوقتي هيبدأ يعد، وفجأة سمع صوت من بره بيقول 1. ومن الناحية التانية للأوضة صوت تاني قال 2. وبعدين الأرقام بقت تيجي من كل الاتجاهات: 3 4 5 وهكذا. الحيطان بدأت تتهز وكل الميكروفونات اشتغلت في نفس اللحظة، وفي كل سماعة نفس الجملة: التسجيل الأخير لازم يكتمل. يوسف جري ناحية الباب، فتحه، لقى نفسه راجع لنفس الأوضة. كررها 1 و2 و10، كل مرة يرجع لنفس المكان. على الترابيزة لقى ملف قديم، فتحه، كان عنوانه الملف رقم 91.
جواه صور لكل الناس اللي دخلوا الاستوديو. آخر صورة كانت صورته، لكن الصورة متصورة قبل ما يدخل المبنى بيوم. آخر ورقة كان مكتوب فيها المذيع التالي يوسف. في اللحظة دي نور الاستوديو كله طفى، وسمع صوت تسقيف جامد كأن في جمهور كبير. وبعدين اللمبة الحمراء فوق الميكروفون نورت واتكتب عليها على الهوا: بعد أسبوع فريق التصوير كله خرج من المبنى، إلا يوسف اختفى من غير أي أثر. لكن من يومها كل ليلة الساعة 3:07 الفجر في ناس بتفتح الراديو بالصدفة، فبتسمع مذيع بيقول بهدوء: أهلا بيكم في حلقة جديدة من ملفات سرية. ولو حد ركز في آخر الجملة هيسمع صوت خافت جدا بيطلب النجدة. واتقفل الملف رقم 91، وفي آخر صفحة كان مكتوب بخط أحمر: لو سمعت صوتك في تسجيل انت ما سجلتوش بنفسك، اقفل الجهاز فورا، لأن التسجيل التاني هيكون ليك. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقولوا ان في قطر بيمشي على خطوط السكك الحديدية في مصر، لكنه مش موجود في اي جدول رحلات. ولو شفته بالليل اوعى تركبه، لان كل اللي ركبوه محدش رجع منه سليم. ويلا بينا نبتدي قصتنا. عنوان قصتنا النهاردة: القطر اللي ملوش محطة أخيرة. في سنة 2015 كان في عامل تحويلة اسمه عم حسن بيشتغل في محطة صغيرة بين القاهرة والصعيد. كل ليلة الساعة 3:15 كان يسمع صوت قطر معدي. الغريب ان مفيش اي رحلة في الوقت ده. لما يبص من الشباك يشوف قطر قديم جدا لونه اسود، وجوانبه مكتوب عليها ارقام ممسوحة، والانوار اللي فيه صفرة وضعيفة. فاول يوم افتكر انه بيتهيأله، لكن الكاميرات سجلته. المشكلة ان الكاميرات سجلت صوت القطر وسجلت الضباب، لكن ما سجلتش القطر نفسه. بعد اسبوع واحد من شباب القرية اختفى. اخر مرة اتشاف فيها كان واقف على الرصيف بيستنى القطر الغريب. في تسجيل كاميرا المراقبة ظهر الشاب وهو بيكلم حد مش موجود، وبعدين رفع رجله وكأنه طالع على سلم قطر غير مرئي، وبعدها اختفى قدام الكاميرا. الأمن فتش المنطقة كلها وملاقوش أي أثر ولا حتى بصمة قدم. بعد شهر وصل جواب لأهله. الجواب كان مكتوب بخط ابنهم بيقول: أنا لسه عايش، بس القطر عمره ما بيقف. كل محطة بنوصلها بنلاقي ناس جديدة بتركب وناس بتختفي. في آخر الجواب كان فيه سطر واحد: لو سمعت الصفارة اقفل ودنك وما تبصش ناحية السكة. الملف فضل مقفول لحد سنة 2024 لما سواق قطر بلغ عن حاجة غريبة. قال انه شاف قطر قديم جاي في الاتجاه المعاكس. بلغ برج المراقبة، ردوا عليه مفيش اي قطر على الخط، لكن هو كان شايفه بعينيه. وقبل ما يعدي منه شاف كل شبابيك القطر مليانة ناس، كلهم بصله من غير ما يرمشوا. وفجأة كل الركاب رفعوا ايديهم في نفس اللحظة كأنهم بيطلبوا المساعدة. وفي آخر عربية كان في راجل خبط على الإزاز. لما قرب السواق يشوف وشه اتجمد مكانه، لأنه كان شايف نفسه بنفس هدومه لكن أكبر ب20 سنة. بعد ثواني القطر اختفى، لكن جهاز تسجيل الرحلة لقوا فيه صوت واضح جدا، صوت راجل بيقول: المرة الجاية هيكون دورك. السواق قدم استقالته في نفس اليوم ورفض يركب أي قطر تاني. وكان كل اللي يقابله يقول له جملة واحدة: لو سمعت صفارة القطر الساعة 3:15 اجري وما تلفش.
اتقفل الملف بعد ما تكرر البلاغ 5 مرات من أماكن مختلفة، وفي آخر صفحة كان مكتوبة عبارة بخط أحمر: بعض القطارات ما بتنقلش الركاب بس بتجمعهم. وبعد كده اتقفل الملف، لكن لم يتم تفسيره لغاية دلوقتي. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. مش كل الملفات السرية عبارة عن ورق، في ملفات بتكون صوت أو صورة أو حتى شريط قديم. والملف اللي هتسمعوه النهاردة اتقفل سنة 1998 واتكتب عليه بخط أحمر: ممنوع تشغيل الشريط الأسود أكتر من مرة. ويلا بينا نبتدي قصتنا الجديدة. عنوان قصتنا: الشريط الأسود. في سنة 1998 في مخزن تابع لمبنى حكومي قديم في القاهرة كانوا بينقلوا أجهزة تسجيل قديمة علشان تنعدم. وسط الأجهزة لقوا شريط كاسيت أسود بالكامل، من غير اسم، من غير تاريخ، ولا حتى مكتوب عليه أي حاجة، بس كان ملفوف بشريط أحمر وعليه ورقة صغيرة مكتوب فيها: لو سمعت أول دقيقة كمل للآخر، وإلا هتسمعها طول عمرك. مهندس الصوت شريف ضحك وقال: أكيد حد بيهزر، وحط الشريط في جهاز التسجيل. أول دقيقة ما فيهاش أي صوت، بس تشويش خفيف. بعدها بدأ يسمع صوت أنفاس تقيلة وبطيئة، كأن حد واقف قدام الميكروفون. وفجأة الصوت قال: شريف. اتجمد مكانه، محدش كان يعرف اسمه. بعدين الصوت قال: ما تلفش. لكن شريف لف، ما لقاش حد. قفل الجهاز، طلع الشريط وكسره نصين ورماه في الزبالة. تاني يوم رجع الشريط سليم فوق مكتبه. افتكر ان حد بيهزر معاه، رماه في النيل. بعد يومين لقاه تحت مخدته. بدأ يخاف، لكنه قرر يسمعه للنهاية. بعد الدقيقة الخامسة الصوت قال: دلوقتي بص تحت رجلك. بص، لقى ورقة قديمة ما كانتش موجودة قبل كده. فتحها، كان مرسوم فيها بيته وأوضته والكرسي اللي هو قاعد عليه. في آخر الرسمة كان في شخص واقف وراه. شريف ما قدرش يبص، فضل ثابت. الصوت كمل: لو بصيت وراك هتشوفني، ولو ما شفتنيش يبقى أنا شفتك. الجهاز فصل لوحده والنور فصل، ومن جوه الضلمة سمع نفس النفس، لكن المرة دي ما كانش خارج من السماعة، كان ورا ظهره. جري وساب المكان. تاني يوم زمايله راحوا يدوروا عليه، لقوا المكتب فاضي، بس جهاز التسجيل كان شغال وفي تسجيل جديد. الصوت الأول كان صوت شريف وهو بيجري، وبعدين صوته بدأ يبعد لحد ما اختفى. بعدها طلع صوت تاني هادي جدا وقال: الشريط جاهز للشخص اللي بعده. وبعدها الشريط اتحفظ في مخزن خاص، واتكتب في آخر الملف: كل نسخة يتم إعدامها، ترجع مرة تانية خلال 24 ساعة، ومن يومها كل موظف يستلم الشريط بيختفي، لكن اسمه بيبقى متسجل على أول دقيقة في التسجيل اللي بعديه. ولغاية دلوقتي لم يتم العثور على النسخة الأصلية. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.